يا جماعه بص على الكتاتيب اقعدي بقى كله تمام الناس كلها ريدي على فكره الناس اللي ورا هم بيقولوا لكم كراسي فمعلش استحملوا وعايزين نحييهم برضه عشان لحد لما يجوا لكم كراسي عاملين ايه بقى؟ الحمد لله مين يعرفني ومين ما يعرفنيش مين ما يعرفهاش اصلا. طيب بصوا انا قدامي 30 دقيقه دي هتكلم في 30 حاجه وعايزك ايه؟ فور بقى فور كده معايا عشان الوقت يسعفني. طيب في حاجه عايز اعرضها لكم في الاول ممكن كده فات ايه؟ نص. لا انا عايز الريزلتس بتاعتنا. بصوا يا جماعه مبدئيا كده انا هوريكم النتائج اللي المفروض وننتج زيها من الجمهور لينا. دي نتائج زيك بالظبط بدات معانا ده جروب كده عملنا النهارده كده بسرعه كل الناس الليدرز دخل حط كده كتير قبل الناس كل الناس بتعمل فلوس كل الناس بتعمل فلوس المثل ده دولارات نسب مئويه بتتعمل كل يوم. انا عايز اعمل دلوقتي نسب مئويه بتتعمل كل يوم. دي نتائج يا جماعه اللي انتوا بتتفرجوا عليها خلاص انا بس حاجه مين عايز يعمل زي الناس دي كل يوم؟ لا ايه ده دول بس 40 دقيقه ثانيه اللي مش واخد الاسم ده مليونين تمام. خلي بالك انا لما تيجي الناس دي ومجنون انا دي هتعمل فلوس ايه مش قصدي يعني انا ولاد بلد يعني الابن مش هيسعفك. مين عايز يجيب فلوس زي الناس دي؟ يسوع الله. طيب عشان تعمل فلوس زي الناس دي بتعمل مجال اسمه الفوركس. ايه الفوركس؟ البورصه العالميه. البورصه العالميه تسمع كتير جدا في العالم. خلاص البورصات دي هتلاقي مثلا في بورصه اسهم عقارات بورصات السلع الحاجات دي. البورصه المحليه ده اللي انت اكتر حاجه تعرفها. البورصه المحليه يا جماعه هو الاسهم بيفتح والناس بتكسب فلوس صح؟ مين يسمع عن البورصه اللي كده؟ يا ابيض هو صح؟ طيب لا في بورصه ثانيه غير الكلام ده اسمها البورصه العالميه. اكبر سوق مالي في العالم. البورصه العالميه دي البورصه العالميه دي يا جماعه هوريك كده اخر احصائيه ليها 12 السنه دي في 27 اكتوبر ان حجم السيوله اليوميه اللي بتتضخ كل يوم عدت ال 7.5 تريليون دولار. اتنشرت فلورز عارفين فلورز طبعا واللي عملها بنك التسويات الدوليه BIS. بنك التسويات الدوليه ده اللي بيربط كل البنوك ببعضها. اوكي؟ يجيب لك احصائيات البنوك المركزيه وبعضها. قال لك ان النسبه دي السنه دي هي كل 3 سنين بتطلع يعني 2022 كانت 7.5 2019 كانت 6.6 مليون دولار يعني زادت فيها زياده 14% حجم السيوله اليوميه بالضبط رغم الازمات اللي انت بتشوفها في العالم. انت شايف في العالم ايه اللي بيحصل حواليك؟ كورونا اخر 3 سنين كورونا صح؟ عدى علينا هو روسيا واوكرانيا عمالين يحاربوا بعض وتضخم في العالم كله صح؟ رغم كل الكوارث دي كلها حجم السيوله اللي بتتضخ في العالم في المجال ده بتزيد.
العالم كله بيتجه للتداول، لو انت ما اتجهتش للتداول انت متاخر جدا. من الاخر. طيب هل المجال ده قانوني؟ يس، مفيش حاجه تشريع اصلا في اي دوله في العالم تمنعك ان انت تكون راجل تريدر اونلاين، تفتح الشرط تعمل فلوس من موبايل كمان، مفيش اي تشريع يمنع. خلاص؟ طيب هل المجال ده يعني ايه اصلا؟ يعني ايه الفلوس؟ بصوا يا جماعه، لو انت معاك دولار ودخلت الصرافه دلوقتي قال لك مثلا 25 جنيه، 1 دولار يكوال 25 جنيه، لو انت عندك معلومه ان هو هيبقى سعره 30 جنيه بعد اسبوع، هتبيع دلوقتي؟ ها؟ لا انا عايز تفاعل. بصوا انا بمشي زي العربيه بالبنزين، البنزين بتاعي التفاعل، يعني ايه؟ خليك كده معايا. هتبيع ولا هتستنى؟ هتستنى، هو ده الفوركس. بس الكلام ده بيتم بطريقه حديثه زي ما انت هتشوف على الشاشه دلوقتي، موجود الشرط وراه. حلو؟ بتبيع وتشتري اونلاين وبتتعلم الكلام ده كله ازاي. تمام؟ طيب ايه اللي يخلي واحد يدخل المجال ده بسرعه؟ الناس فاهمه معانا لا؟ فاتك ايه نص ساعه دلوقتي. المهم ايه اللي يخلي حد يدخل مجال زي كده؟ انا هسال سؤال وعايز الناس كلها تتفاعل معايا، ماشي؟ كل الناس تقول مين عايز يشتغل شغلانه من غير ما يبقى واقف فوق دماغ مدير؟ لا اللي رافع ايده كمدير، اللي مش رافع ايده ده اصلا صح؟ ده مدير صح؟ طيب مين عايز يشتغل شغلانه في اي وقت؟ ما يشتغلش، ما يضطرش انه يصحى الصبح الساعه 8 الصبح، وما يضطرش انه يصحى الساعه مثلا اي وقت، يعني مش مقيد بوقت. مين عايز يشتغل شغلانه كده يا جماعه؟ يس ولا نو؟ طيب مين يا جماعه عايز يشتغل شغلانه ما فيهاش ناس، مش معتمده على ناس؟ محل احلام. طيب انت لو فتحت الشرط زي الشرط اللي ورايا دوت وبتعمل تريدنج، او ماسك موبايلك وبتعمل تريدنج، فاتح الشرط ده على الموبايل، ايه العلاقه او ايه وجود الناس بينك وبينه؟ هل في حد؟ انت بتتعامل مع الشرط، والله الناس بقى حبتك كرهتك مش فارقه. من الاخر فبتعمل فلوس من موبايلك ونوني لاي حد. ممكن اشتغل امسك مثلا الموبايل ده اتريد وانا على البول وانا بصيف وانا قاعد في الكافيه مع اصحابي، بشتغل وبعمل فلوس وانا يا باشا في شغلي. شوف شغلك ايه، يعني ده مش يمنعك عن شغلك وانت في شغلك، وانت مثلا مهندس محامي دكتور ضابط ايا كان شغلك، تعرف تعمل فلوس من المكان اللي انت فيه وفي اي وقت، صبح فجر ظهر ليل عصر براحتك، ونوري لاي حد، ومش محتاج مدير ومش محتاج الكلام ده كله. تمام؟ طيب نيجي لنقطة مهمة. حلو الكلام ده، بس في ناس قاعدة هنا كل مشكلتها عن الفوركس أو البورصة حاجة واحدة، اللي هي خطر. الكلام ده جميل بس في ريسك، في خطورة، صح ولا لا؟ مش ده اللي بيقلق أي حد؟ طيب يلا تحدي. إيه المكان في الدنيا اللي تعرف تعمل فيه كنترول على الريسك بتاعك، تتحكم في الريسك؟ مش هتلاقي غير الفوركس. البيزنس الوحيد اللي اقدر اكنترول فيه على الريسك بتاعي، اعرف اتحكم. يعني لو انت حاطط مثلا 500 دولار بتتداول عليها، انت ممكن تقول انا اخري 5% 10%، لو لا قدر الله خسرت مش عايز اكسب. بيزنس، اي بيزنس مشروع انت عامله وبتحدد ان الريسك بتاعك قد ايه. فلما تسمع ان في ناس تقول لك ده في حد دخل الفوركس وفي ناس بتدخل البورصه وبتخسر، دي مشكله مين؟ مشكلته هو، لانه بدل ما يحدد ليميت معين في الريسك عمل ايه؟ سنه مفتوحه، سنه الموضوع اوبن، رسم بكل راس مال و100% من فلوسه. انما التريدر الشاطر هو اللي بيعرف يغير حياته من المجال ده، اللي بيعمل ايه؟ كنترول على الريسك بتاعه، كنترول على نفسه. تمام يا جماعه؟ فلو انت حاطط في دماغك ان المجال ده، الناس اللي ورا معانا يا جماعه؟ طيب
المجال ده الريسك فيه هو ده المشكله وهتخسر، لا انت بتعمل كنترول على نفسك. طيب نيجي لنقطه مهمه جدا، ده زمن الفوركس، ده زمن التداول، شئت ام ابيت قولا واحدا في العالم اللي بيحصل في العالم حوالينا دلوقتي ده زمن التريدنج. ليه؟ لان ده الاستثمار الوحيد اللي هيفيد. نتكلم بالمنطق، نتكلم بالمنطق يا جماعه. طيب تعالى نقول ان انت راجل بتستثمر في اي حاجه، عقارات، ذهب، اي حاجه، اوكي؟ في مشكله هتقابلك ايا كان الاستثمار بتاعك بيكسب. الاستثمار ممكن يكون بيكسب ايا كان انت شغال في ايه، استثمرت في ايه، بس المشكله اللي هتقابلك وجود التضخم. بيكون ارباحك اللي بترجمها من الاستثمار. يعني ايه؟ يعني لو انت مثلا استثمار جيب، عارف يا جماعه الانسات والستات اللي معانا لما تجيب ذهب ممكن تكون جايبه ذهب من سنتين ثلاثه، دلوقتي مش غالي، صح؟ حاسه ان حاسه ان انت استفدتي؟ لا، عارف ليه؟ لان الفلوس اللي زادت دي رايحه فين؟ رايحه في التضخم، في الغلاء. ممكن تكون انت جايب من 5 سنين، من 10 سنين يا سيدي، جايب لك مثلا شقه سعرها زاد دلوقتي، رحت تبيعها، بس في المقابل لو انت مثلا كسبت، كنت بادئ الاستثمار بتاعك بدولار وكسبته بقى 2 دولار، حلو، ال 2 دولار الزياده دي انت هتجيب بيها نفس الحاجات اللي كنت بتجيبها بالدولار قبل ما تستثمر، صح ولا انا بقول كلام مش مطلق؟ طيب عشان كده الاستثمار في التداول وفي نفسك بشرط تكون بتكنترول على الريسك بتاعك، معلم ريسك مانجمنت، هو ده الزمن بتاعه يا جماعه. ليه؟ الفلوس اللي احطها وسيله الارباح والاستثمار بتاعي تجني الارباح اسرع بكتير من وتيره الاستثمار في اي بزنس تاني، لان المده اللي هاخدها في اي بزنس تاني في المقابل الوقت ده بيطلع جنبه ايه؟ ايه اللي بيطلع جنبه بيضيع لي الارباح دي؟ تضخم وغلاء. فاهمين ولا مش فاهمين؟